مرحبا بكم في نشرة الأخبار الكروية، وهذه هي أبرز العناوين. مدرب الوداد الرياضي يعلن غياب لاعب مهم، تذاكر إضافية للجماهير الودادية قبل مواجهة الأهلي المصري. كريم بنزيما هذا هو سبب اختياري للعب في السعودية. لاعب جديد يلتحق بالمنتخب المغربي والجامعة عينها على آخرين. أعلن مدرب فريق الوداد الرياضي عن غياب المهاجم زهير المترجي في مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الأهلي المصري، وأكد أن الفريق المغربي مصمم على التأكيد في المباراة المقبلة يوم الأحد على جدارته بالفوز باللقب للمرة الرابعة في تاريخه. وصرح المدرب خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب تدريب الفريق أمس الخميس في ملعب محمد السادس لكرة القدم بأن زهير المترجي سيغيب عن المباراة النهائية بسبب إصابته في الكاحل خلال مباراة الذهاب، واضطر إلى الخروج في الدقيقة 80. وأكد أيضا استمرار غياب عبد الله حمود الذي خضع لعملية جراحية الأسبوع الماضي ولم يشارك في المباراة السابقة في استاد القاهرة الدولي. قدمت كازا إيفنت المسؤولة عن تنظيم أحداث ملعب محمد الخامس مفاجأة للجماهير الودادية من خلال طرح تذاكر بريميوم بقيمة 500 درهم لمباراة الوداد والأهلي المصري في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر يوم الأحد. وصرح محمد جواهري مدير كازا إيفنت في مقابلة إذاعية أن صعوبة حجز التذاكر التي توجهها الجماهير الودادية هي أمر طبيعي نظرا للطلب الكبير على التذاكر مقارنة بالعدد المحدود المخصص للنهائي. وامتنع الجواهري عن التطرق إلى التذاكر الجديدة ذو نور، واكتفى بتأكيد ضرورتها لتوزيع الجماهير في المدرجات، مشيرا إلى أنه يجب ألا ننسى أن نسبة من التذاكر ستخصص لجماهير الفريق الزائر. ونشدت الجماهير الودادية عبر وسائل التواصل الاجتماعي إعادة النظر في طريقة بيع التذاكر ذو نور. وحملت شركة كازا إيفنت مسؤولية الفوضى التي تحدث في العملية. يجدر بالذكر أن إدارة الوداد برئاسة سعيد ناصري قد حددت أسعار التذاكر لمباراة الوداد والأهلي ب50 درهما و200 درهم. أعلن اللاعب الفرنسي كريم بنزيما الذي انضم حديثا إلى نادي الاتحاد السعودي أنه قرر الانتقال للعيش في المملكة السعودية بسبب كونها دولة مسلمة. وأشار بنزيما أنه سيشعر بأنه في أفضل حالاته بالقرب من مكة المكرمة. جاء ذلك بعدما أعلن الاتحاد السعودي قبل يومين من توقيعهم صفقة كبيرة لضم بنزيما بعد رحيله عن فريق ريال مدريد الإسباني. وفي حوار عبر حساب الاتحاد السعودي الرسمي على منصة تويتر، صرح بنزيما يوم الخميس قائلا: أنا سعيد جدا بالانضمام إلى هذا النادي الأسطوري، وهو تحدي جديد بالنسبة لي وأنا متحمس للبدء في التدريب. تمكنت الجامعة الملكية لكرة القدم من ضم أمين الطيبي إلى المنتخب المغربي تحت 20 سنة في بطولة تولون الدولية المقامة حاليا في فرنسا، والتي تستمر حتى 18 يونيو الحالي. تسعى الجامعة الملكية لكرة القدم لاستقطاب المواهب الصاعدة في الدورية الأوروبية لتمثيل المنتخب المغربي في مختلف الفئات العمرية. وتعتمد الجامعة على كشافها في أوروبا لاكتشاف المواهب، بما في ذلك لامين يامال اللاعب الشاب البارز في برشلونة الإسباني ومنتخب إسبانيا تحت 17 سنة، الذي أصبح أفضل أولوية للاتحاد المغربي حاليا بسبب مهاراته الفنية والبدنية المميزة. وفي سياق آخر، أفاد مصدر مقرب من الجامعة الملكية لكرة القدم يوم الأربعاء حسب موقع العربي الجديد أنه يتم التواصل بشكل مستمر مع 5 لاعبين آخرين لضمهم إلى المنتخب المغربي في بطولة كأس إفريقيا المقبلة. وأضاف المصدر أن الجامعة الملكية قامت بإرسال أحد كشافيها إلى بريطانيا لإقناع عيسى ديوب لاعب فريق فولهام بالانضمام إلى أسود الأطلس وتمثيله في بطولة كأس إفريقيا.